السلام عليكم واهلا وسهلا بكل متابعين قناه بيتي الزملكاويه في فيديو جديد، فيديو مهم عن اخر اخبار وكواليس نادي الزمالك ثاني ايام عيد الفطر المبارك. اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير. يا رب يجعل ايامنا وايامكم كلها اعياد ان شاء الله. نادينا الملكي في ثاني ايام العيد اليوم عنده مباراة مهمة جدا جدا امام فريق الاتحاد السكندري، مباراة لا تقبل القسم على اتنين. لو كلامنا بصراحة والزمالك عايز يعمل شك الموسم ده، مش لازم، مش هقول لك يعني الدوري، يعني ناخد الدوري، يعني حتى لو ما خدناش الدوري والامور صعبة، لكن على الاقل خالص تخرج بمركز كويس يضمن لك المشاركة في البطولة الافريقية، في اي بطولة بقى ايا كان، لان الموقف صعب. خلي بالك اي 3 نقاط بتاخدهم يعني بيحطوك في مركز كويس او بينطوك من مركز لمركز بشكل كويس. الزمالك حاليا، وانا مش عايز اقولها والله، بس انا بقول لك اهو، الزمالك في المركز ال15. لك ان تخيل الزمالك لعب 11 مباراة، عنده فقط من 11 مباراة 15 بونت. الزمالك لو كسب هذه المباراة وصل للنقطة 18، هيصل من المركز ال15 للمركز ال11 او العاشر مناصفة مع الاهلي، هيكون في نفس الاهلي عدد النقاط، بس الاهلي من 9 مباريات. تمام، فان شاء الله الفوز في هذه المباراة، عشان الماتش اللي بعده هو ماتش القمة. وماتش القمة حاجتين: اول حاجة تكسب، وده الاهم وده الاحسن وده السيناريو الاقوى او السيناريو الاجمل، ايا كان قول زي ما تقول. ثم الحاجه الثانيه، لو ما عرفتش تفوز على الاهلي تتعادل، عشان ما تديش الاهلي 3 نقاط، لان ماتش القمه دايما بيكون ب6 نقاط. تعالوا بقى ناخد مع بعض قائمه نادي الزمالك، كل واحد يتوقع كده نتيجه مباراه الزمالك والاتحاد والتشكيل المتوقع وفقا للقائمه اللي احنا هنقولها، وكل حاجه تخص نادينا الملكي ان شاء الله الفتره القادمه. قائمة نادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المهمة جدا كالتالي: وفقا لإعلان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة في النادي عن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة. القائمة جاءت كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعمر عبد العزيز. خط الدفاع حمزة المسلوسي وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد واحمد فتوح. خط الوسط دونجا ومحمد شحاتة واحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد نيمار وناصر ماهر وعبد الله السعيد العاد مره اخرى وناصر ماهر واحمد سيد زيزو. وخط الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون اكينولا. ده بالنسبه كده لقائمه نادي الزمالك في هذه المباراه المهمه جدا. لو هنتوقع التشكيل وفقا لدماغ جوميز، وانا لو قلت لك التشكيل الامثل من وجهه نظري وفقا لدماغ جوميز، هيلعب زي ما هو في حراسه المرمى بمحمد عواد، قدامه خط دفاع المسوسي حسام عبد المجيد، على اليمين عمر جابر وعلى الشمال فتوح. خط الوسط ده وفقا كده للتشكيل المتوقع لجوميز اللي هو حبه، هيكون في خط الوسط عبد الله السعيد مع نبيل عماد دونجا، واحتمال نشوف احمد حمدي من البدايه. ثم في الخط الامامي سيف الدين الجزيري كمهاجم او ناصر منسي، الله اعلم. ده بالنسبه كده لتشكيل جوميز، لكن وجهه نظري انا شايف زي ما احنا قلنا او زي ما انا قلت لك قبل كده، نركز مع اللعيبه اللي هتلعب في الكونفدراليه الافريقيه. التشكيل بقى اللي من وجهه نظري انا اللي شايف ان هو يتلعب بيه عشان بطوله الكونفدراليه، وزي ما احنا قلنا لازم نكثف او نركز مع اللعيبه اللي هتلعب كونفدراليه. عواد طبعا خلاص هو كده كده هو الموجود في حراسه المرمى برغم من مستواه الفتره الماضيه والتراجع. خط الدفاع اتمنى وجود ياسر حمد في خط الدفاع مع حمزه المسوسي، وراح حسام عبد المجيد شويه. ياسر حمد ياخد فرصه، او ياسر حمد واي مدافع، ممكن حسام عبد المجيد، المهم ياسر حمد ياخد فرصه، واتمنى ياخد فرصه في مباراه الاتحاد اليوم. في الجبهه اليسرى طبعا فتوح، في الجبهه اليمنى عمر جابر، مفيش اي مشكله. خط الوسط نبيل دونجا ومحمد شحاته واحمد حمدي، لان الثلاثي ده اللي انت اللي هتعتمد عليه بشكل كبير جدا في بطوله الكونفدراليه. وانت لما تيجي تغير هتغير مثلا زياد كمال في وسط الملعب ورؤى لما يرجع، انما عبد الله السعيد وناصر ماهر مش موجودين معانا، ومعاك سيد نيمار برضو تقدر يعني يدخل معاك لنومه قائد افريقيه. ثم بقى في الخط الامامي احمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، مفيش اي مشكله. ده بالنسبه كده لقائمه او بالنسبه للتشكيل اللي انا شايف ان هو يتلعب بيه في بطوله الدوري، علشان خاطر هم دول اللعيبه اللي هيلعبوا معاك الكونفدراليه. طب تعالى بقى ناخد غيابات نادي الزمالك امام الاتحاد. غاب كل من عن نادي الزمالك الونش ومحمد عبد الشافي ومحمد صبحي وشيكابالا ويوسف ابراهيم اوباما ومحمود علاء ومصطفى شلبي بداعي الاصابه. طبعا مصطفى شلبي مش موجود في الماتش، وانا يمكن قلته من ضمن التشكيل، فانت لو هتحط بقى مكانه ممكن تحط ناصر ماهر في هذه المباراه. ناصر ماهر يقدر يلعب بشكل كبير جدا مكان مصطفى شلبي. غيابات بقى الاماميه او الغيبات الثانيه اللي هي الغيبات الفنيه: محمد عاطف والسنغالي ابراهيم نضاي والاوغندي ترافيس موتيابا وسيف جعفر ورؤى، كل دول لاسباب فنيه. ده بالنسبه كده لغيابات نادي الزمالك، وانتوا ليكم الحكم. طاقم حكام مباراه الزمالك والاتحاد السكندري: لجنه الحكام اثناء المباراه الحكم احمد الغندور حكم ساحه يعاونه كل من احمد توفيق ومحمد عزازي ونادر امر الدوله حكم رابع، بينما يتواجد في غرفه تقنيه الفيديو طارق مجدي ويسعده محمد سلامه. ومن المقرر انطلاق مباراه في تمام الساعه 7 مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجوله الثامنه
المؤجله من بطوله الدوري العام. تعالى بقى نتعرف على تحذير شديد اللهجه من جوميز لشلبي. قام المدير الفني الفريق الكره والكده بالنادي البرتغالي جوزيه جوميز بتوجيه تحذير شديد اللهجه الى مصطفى شلبي لاعب الزمالك، وحذر اللاعب من تكرار ما حدث منه بمباراه مودرن فيوتشر عقب انفعاله بسبب استبداله باللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. وهدد جوميز شلبي بعدم التواجد بالتشكيل الاساسي للفارس الابيض خلال الفتره القادمه، حيث اكد مصطفى شلبي البرتغالي عدم تكرار الامر خلال الفتره القادمه بصوره نهائيه. وانا قلت لك لحد دلوقتي مصطفى شلبي انا حاسس ان هو مش منسجم كده مع الفريق، يعني مش داخل مود اللعيبه والحاجات دي كلها. حديث عن بقى انتظار مشاهده عبد الله السعيد بشكل جديد في مباراه الاتحاد السكندري لو جوميز هيوظفه في مكانه. علشان كده سواء هتلعب بعبد الله السعيد في نص الملعب او هتلعب باحمد حمدي، هتلعب بايا كان مين لاعب صانع العاب، يبقى لازم يكون في نص الملعب دونجا ومحمد شحاته كتامين، وقدامهم عبد الله السعيد علشان تدي الحريه لعبد الله السعيد ان هو ينطلق في المساحات، يلعب بشكل فيه حريه شويه. بسبب بقى مباراه الاهلي جوميز يحذر من التفكير السلبي خلال مواجهه الاتحاد. حذر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني من الانشغال بالتفكير في مباراه القمه امام النادي الاهلي، وذلك قبل مواجهه الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، حيث يواجه الزمالك بعدها يوم الاثنين المقبل فريق النادي الاهلي في المباراه المؤجله من الجوله العاشره من الدوري. جوزيه جوميز شدد على لاعبي التفكير والتركيز اولا في مباراه اليوم امام فريق الاتحاد قبل التفكير في مباراه النادي الاهلي، محذرا من التاثيرات السلبيه على نتيجه المباراه في حاله الانشغال بالتفكير في مباراه الاهلي، خصوصا ان ماتش الاتحاد بثلاث نقاط وماتش الاهلي بثلاث نقاط، فانت ممكن لو فكرت في ماتش الاهلي هوب تلاقي نفسك خسرت ماتش الاتحاد وخسرت ماتش الاهلي. ثنائي الزمالك مهددان بالغياب عن القمه. بات الثنائي نبيل عماد دونجا وحمزه المسيس ثنائي الفريق مهددان بالغياب امام النادي الاهلي، وذلك في حاله حصول اي لاعب منهم على انذار خلال مباراه الفريق امام الاتحاد اليوم، حيث يواجه الزمالك الاتحاد اليوم، واي لاعب من دول زي ما احنا قلنا عنده انذارين، يعني اي حد منهم لا قدر الله ياخد الانذار الثالث هيغيب عن المباراه القادمه امام النادي الاهلي. مصير الزمالك من المشاركه الافريقيه الموسم المقبل. في ظل الحديث من مخاوف عدم لحاق نادي الزمالك من المشاركه الافريقيه خلال الموسم المقبل في ظل تراجع مركزه حتى الان في جدول ترتيب الدوري، حيث في ظل امتداد الدوري لشهور اخرى قادمه، وبالتالي اللجوء الى نتائج الدور الاول الى شهور اخرى قادمه، وبالتالي احتماليه حسم الدوري من الدور الاول. بات الحديث عن مخاوف عدم لحاق الزمالك الموسم الثاني على التوالي ببطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتالي يتساءل الجميع عن مصير مشاركه الزمالك الافريقيه. طبقا لتقارير اعلاميه فان الزمالك قريب من ضمان المشاركه في بطوله الدوري الافريقي في نسختها الثانيه الموسم المقبل، خاصه ان النظام الجديد البطوله سيشمل 24 فريق بمعدل ناديين من كل دوله، والاختيار سيكون وفقا للتصنيف الافريقي للانديه. وبالتالي عقب خروج بيراميدز من دوري ابطال افريقيا واستكمال الزمالك مشواره في الكونفدراليه، بات تصنيف الزمالك يسمح له ضمان المشاركه في بطوله دوري الابطال الموسم المقبل على اقل تقدير، ولكن الزمالك لا يزال امامه لتعديل موقفه في جدول الدوري قبل نهايه الدور الاول، خاصه انه لا يزال لديه مباريات عديده، حيث خاض الزمالك 11 مباراه ولا يزال امامه 6 مباريات تفصله عن الدور الاول، ويتواجد في المركز ال 15 برصيد 15 نقطه. انت بتتكلم عن 6 مواجهات، لو انت كسبت 6 مواجهات تخيل بقى 6 مواجهات دول ب 18 بونت، احسب بقى ال 18 على 15 33 نقطه، يعني الزمالك لو كسب ال 18 بونت القادمين هيكون نهاية الدور الاول ب 33 نقطه. هيفرق عن بعض الانديه الموجوده، هيفرق، خصوصا ان اللي لعب 14 مباراه 29 بونت اللي هو بيراميدز، وانبي لعب 17 مباراه 28 بونت، فانت هتعديه. احمد الخضري برضو اثار الجدل حول موقف رابطه الانديه من مشاركه الزمالك والاهلي الافريقيه القادمه. علق الكاتب الصحفي احمد الخضري على تعثرات الاهلي من قبلها الزمالك في مسابقه الدوري العام في ظل اقتراب حسم مصير مشاركه الانديه في بطولات افريقيا الموسم المقبل. الكاتب الصحفي احمد الخضري علق قائلا: تفتكر لو استمر تعثر الزمالك والاهلي حتى نهايه الدور الاول وتابع، هل تستطيع الرابطه ارسال اسماء الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا الكونفدراليه بدون القطبين؟ الاجابه ببساطه طبعا لا. غيابات بقى مؤكده عن الاهلي خلال مواجهه القمه القادمه امام الزمالك، حيث تاكد غياب العديد من لاعبي النادي الاهلي عن نادي الزمالك في المباراه القادمه، في المباراه اللي هتكون يوم الاثنين المقبل في المباراه المؤجله من الجوله العاشره من مسابقه الدوري العام على ملعب استاد القاهره الدولي، حيث تاكد غياب كل من امام عاشور بسبب اصابه الكتف الشهيره التي تعرض لها مع منتخب مصر، الى جانب غياب الحارس محمد الشناوي بسبب نفس الاصابه تقريبا وايضا مع منتخب مصر، واصابه حسين الشحات بسبب اصابته في الوجه خلال مباراه سيمبا التنزاني، وغياب ياسر ابراهيم بسبب عدم تعافيه من اصابته بتمزق في العضله الخلفيه، واستمرار غياب اللاعب المالي اليو ديانج بسبب جراحه الركبه التي خضع لها في مارس الماضي، ده وفقا كده لبعض غيابات الاهلي. ولكن زي ما انا قلت لك الاهلي برضه بيكون عنده لعيبه ثانيه، فبلاش نجرب ان الاهلي عنده غيابات كتيره ومش عارف ايه ومن القوام الاساسي والكلام اللي يقعد يتقال لنا فنستهتر. فاكرين طبعا انتوا
الاستهتار اللي احنا عشنا فيه قبل كده. تعال بقى نتعرف على تعثر صفقه هجوميه للزمالك بسبب موقف رئيس ناديه، حيث بات هناك تعثر حالي لصفقه انتقال اللاعب احمد عاطف مهاجم نادي فيوتشر، حيث ان احمد عاطف مهاجم فيوتشر من الصفقات الهجوميه المطلوبه لتدعيم خط هجوم نادي الزمالك، ولكن الصفقه بدات متعثره بسبب موقف وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر الاخير من نادي الزمالك. وليد دعبس رئيس فيوتشر هدد بعدم التعامل مع الزمالك في ملف الصفقات، وذلك في حاله عدم تقديم اعتذار على تصريحات اللاعب ناصر ماهر لاعب في نادي الزمالك حاليا التي لم تنال اعجاب دعبس. وانا مش فاهم اللاعب هو قال ايه اصلا او اتكلم عن ايه علشان خاطر يطلع يقول لك لازم يعتذر والكلام كل ده، علشان هو قال ان هو كان زملكاوي. طب انت مالك؟ ما اي لاعب بيروح في اي نادي بيقول كده، ما امام عاشور في الاهلي بيقول لك ان انا كنت اهلاوي وعادي، لا حسين لبيب طلع قال لك اعتذر يا خطيب ولا الكلام ده. فبطلوا بقى شغل اللي هو كره للزمالك بالشكل الكبير ده، يعني كفايه كره. سباع الزمالك في المنتخب، حيث تلقى نادي الزمالك اختار رسمي من قبل الاتحاد المصري لكره القدم 7 لاعبين من نادي الزمالك يا جماعه مواليد 2007 و2008 من اجل الاستعداد الى تصفيات بطوله افريقيا تحت قياده اسامه نبيل المدير الفني لمواليد 2007، هم حسام عاشور، التقى، وسيف محمد، وزياد فتحي، وخالد السيد. لكن بقى احمد الكاس المدير الفني لمواليد 2008 ضم كل من عمر عبد العزيز ومحمد ايهاب ومحمد حمد. محمد مصلحي بيحفز لاعبيه وبقوه قبل لقاء الزمالك امام الاتحاد. وعد محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاعبيه بمكافآت مجزيه في حاله الفوز على نادي الزمالك. محمد مصلحي زار ميران فريقه وحفز لاعبيه بمكافآت مجزيه في حاله الفوز على فريق الزمالك، وده الطبيعي اللي احنا بنشوفه دايما من رؤساء الانديه. لاي ماتش يتلعب قدام الزمالك لازم رئيس النادي يطلع يحاول كده ان هو يدي مكافآت استثنائيه للاعيبته. مصدر بقى في لجنه الانضباط بيتحدث عن جديد ملف الشحات والشيبي. كشف مصدر من داخل لجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم عن جديد الموقف الخاص بازمه محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز مع حسين الشحات لاعب النادي الاهلي. حسين الشحات الذي صفع اللاعب محمد الشيبي على وجهه في مباراه الاهلي مع بيراميدز، وعندما شعر اللاعب انه لم يحصل على حقه ذهب للقضاء المدني، مما اعتبره اتحاد الكره خرق للوائح، وقرر استدعاء اللاعب للتحقيق معه من قبل لجنه الانضباط. وبالفعل تم تحديد موعد من ايام، الا ان محمد الشيبي لم يحضر. الجلسه كانت يوم 4 ابريل الحالي، وتغيب عنها اللاعب كونه خارج البلاد. يتحدث مصدر في لجنه الانضباط على الموقف الحالي، حيث اكد المصدر ان اللجنه تعتزم تحديد موعد جديد للتحقيق مع اللاعب بعد اجازه عيد الفطر مباشره، وسيتم ابلاغ اللاعب بالموعد الجديد فور تحديده، وهو الموعد الذي سيكون قريب وفقا للمصدر داخل لجنه الانضباط. كلام بقى عن وصول صفقه نادي الزمالك الجديده القاهره في الايام القادمه. وفقا لبعض الكلام يا جماعه ان هذه الصفقه هي صفقه اللاعب محمود الاسود، هتيجي القاهره او هتصل القاهره خلال ايام قليله للتوقيع بشكل رسمي على عقود نادي الزمالك او العقود الرسميه لنادينا الملك ان شاء الله. ايا كان الصفقه وفقا لاتفاق اللاعب يا جماعه هيوقع 4 مواسم، ونادي الزمالك خلص كل شيء سواء مع نادي الكرام السوري، وهتكون صفقه مميزه ان شاء الله لنادي الزمالك. ايا كان كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله الفتره القادمه في كل شيء، ونتمنى الفوز لنادي الزمالك ان شاء الله في مباراه الاتحاد اليوم.